نبقى دائما في الحلقة الأولى. قال كمال حيدري في الدقيقة 31 من الحلقة الأولى. الصلاة والسلام. وهذه قضية أساسية، وكثير من الإشكالات التي بدأت تورد على مسألة حياة الإمام وأنه حي عليه أفضل الصلاة والسلام هو أنه إذن ماذا يفعل؟ ما هي أهميته؟ ما هي ضرورة وجوده؟ ماذا ينتفع الناس منه؟ ونحو ذلك. وهنا تجد الروايات الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أشبه وجوده عليه أفضل الصلاة والسلام بالشمس إذا غيبها ماذا؟ السحاب. كيف أنه الشمس موجودة ولكنه مغيب، كذلك الانتفاع به. طيب جميل جدا. أقول أيضا الرد على ما قاله الآن كمال حيدري من وجهين. الوجه الأول أن الحديث الذي استدل به لا تصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث نقله الكليني في كتابه الكافي الجزء الأول صفحة 366 باب في الغيبة، وضعفه المجلسي في مرآة العقول الجزء الرابع صفحة 34. وهناك حديث ثاني أيضا رواه الكليني في الكافي الجزء الأول صفحة 338 باب في الغيبة، وضعفه أيضا المجلسي في مرآة العقول الجزء الرابع صفحة 46. الوجه الثاني بعد أن تبين أن الحديث لا يصح نقلا لا يمكن الاستدلال به عقلا أيضا، ذلك أن غيبة المهدي كانت ل1000 سنة، ولا يمكن أن نتخيل حياة على كوكب الأرض مع غياب الشمس لمدة 1000 سنة. فالنباتات تحتاج إلى الشمس لإنتاج الأكسجين، وبدون أكسجين لا يستطيع الإنسان أن يعيش. لهذا فتشبيه غياب المهدي بالشمس إذا غيبها السحاب هذا تشبيه باطل. فتشبيه كمال حيدري غيبة المهدي كغياب الشمس خلف السحاب تشبيه لا يصح لا عقلا ولا نقلا.